ليه انت مش قادر تسلم وتعمل تسليم لربنا سبحانه وتعالى، رغم ان انت عارف ومتأكد من جواك ان التسليم ده هيعمل لك سلام نفسي وهيريحك وهيعمل كل وهتعيش في راحة نفسية وهدوء نفسي. السبب علشان انت ممكن يكون عندك برمجيات، والبرمجيات والمعتقدات والافكار دي عملت في الاخر حاجة في العقل اللاواعي، ان هو انت مش قادر تثق ثقة كاملة في ربنا سبحانه وتعالى. مش عشان هو اهل لذلك، حاشاه سبحانه وتعالى، بس عشان انت اتبرمجت. ممكن يكون علشان هو انت ممكن في مرة من المرات اتظلمت، وهو انت حسيت ان هو ما دافعش عنك، او انت مثلا اتسبت لوحدك في موقف انت محتاج له قوي فيه، او انت دعيته والحيت في الدعاء وهو ما استجابش الدعاء، او انت عندك وعي جمعي ان ربنا سبحانه وتعالى ده اللي هو هيحرقنا وهيولع فينا وهينتقم مننا وان هو هيعذبنا وانه والتخويف والترهيب من ربنا سبحانه وتعالى، او انك انت عندك علاقة سيئة مع الاب، واللي هي من ايام الطفولة بتترجم، والطفل بيخلي او بيبرمج ان الاب ده وكأنه هو الاله. فالعلاقة السيئة مع الاب على فكرة بتعمل معيقات كبيرة جدا في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى.